يا جماعه الاكروس والدبابه بعد ما خلصوا هم طبعا دي بعد ما خلصنا الجامبو. ومعانا واحده برده الناحيه الثانيه اهي، معانا الميكس الناحيه الثانيه اهي، دي برده حله ترومبا ورشاط. خلينا بس في اللي احنا فيه الاول. تمام، دي الدبابه يا جماعه بعد ما خلصت وظابطه 4 رشاشات، يعني مغلقه فواني بالقاعده وظابطين الاربع رشاشات زي ما انتم شايفين. ادي يا محمد بصوا بقى يا جماعه، الديزل المصري بعد ما بيخلص بيعمل ايه. طبعا احنا هنا زي ما بتظبط دماغك، احنا بنحب ايه نظبط دماغ العربيه. كوبايه الشاي بتاع الديزل المصري زي ما انتم شايفين اهو. تعالى يا ابني قرب، بص يا جماعه، بص يا جماعه اهي كوبايه الشاي، ولا هزه ولا رعشه. عشان الناس اللي بتقول لك ايه لا الرشاشات، لا هات كام رشاش، يعني النهارده راح اغرم صاحب العربيه 15,000 جنيه عشان خاطر انا مش عارف اظبط كام رشاش؟ لا طبعا. وادي الجامبو اهي، معانا دميكس حاني برده بتحل اهي. تمام، معانا دميكس حاني اهي ما بتحل اهي برده لسه، دي لسه جايه لنا برده، دخلها على الجهاز والجهاز قال له فيها رشاشات. تمام، ومعانا الجامبو اهي. امسك يا محمد كده، امسك كده ونرجع لعمك مدحت تاني. وادي الجامبو يا جماعه، اوعى اهي. المال الحلال عند ديزل مصر مفيش كلام. تمام، طيب دور يا البخور كده، دور يا اللي تعبني، يا اللي مجنني، يا اللي مصحيني من الساعه 8 الصبح. عند ديزل مصر بنعمل كده. تمام، الثانيه اهي، ايه رايك؟ خلي بالكم يا جدعان، ده مش زبون، ده اخ، ده على قديمه. حبيبي يا ريس. طيب تعالى بقى يا ابني كده، عم مدحت بطل كده بعد اذنك ودور. هات يا ابني، عند ديزل مصر يا جماعه بنعمل ايه؟ دور، بنعمل كده، بصوا اهي كده بتدور على طول. تمام، تعالى يا توحه، طبعا دي مش هينفع بلقى، بطل وتعالى لي. طبعا العربيه دي بتاعت الكنيسه بتاعت الدير، واحنا معاكم اخوكم ديزل مصر والناس للبسوس طريق جديد، ما قلناش اي فروع ثانيه، ودي ارقامنا اهي ودي يافطتنا اهي. تمام، عشان طبعا الكوارث والبلاوي اللي بتحصل في الورش الثانيه ماليش اي فروع ثانيه، وده ارقام اهو، وده اللوجو بتاعنا اهو. عم مدحت انت كان عندك ايه والدنيا كان فيها ايه العربيه بتبطل وبتدخن، تاكل جاز، مش مظبوطه خالص. ودلوقتي الحمد لله بجد الله ينور عليك. من هنا انا بديله ضمان سنه من مركز الفن خدمه الديزل. ودي يا جماعه اللي مغيره طقم فواني بالقعده وظابطين الاربع رصاصات. يا جدعان ما اسمعوش كلام الميكانيكيه، ميكانيكي مش، انا اسف في اللفظ، مش فاهم. لا، طول ما في اجهزه وطول ما في حاجه كل حاجه بتتظبط. يعني مش النهارده ادخله في طقم رشاط ب 15 ولا ب 14 ولا حسب اللي هيتباع. انا ما بجيبهوش، يعني انا بجيب بالطلب. عاوز اجيب لك اللي انا بقول لك هركب وبديك ضمان سنه. وربنا يستر عليكم. مركز فن خدمه الديزل، ومعانا الجامبو كريستاله طبعا اهي، جايه لنا والله من ورشه طرمبات ثانيه اهي زي ما انتم شايفين اهي، صورت وهتتعمر اهي. هتتعمر ليه؟ طبعا دي هنعمل لكم في فيديو لوحدها. وانتظرونا ان شاء الله من مركز فن خدمه الديزل لكل يوم جديد. وما تنسوش يا جماعه يا اخواتي يا حبايبي تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتعليقاتكم الجميله، عشان احنا يعني الحاجات دي بتشجعنا ان احنا نعمل لكم الفيديوهات دي. بنعمل لكم الفيديوهات دي ليه؟ عشان انت تبقى عندك الموهبه وعندك العربيه وشايف الدنيا فيها ايه، وتبقى حافظ لو انت في ورشه تستلم ازاي. مركز الفن خدمه الديزل. يا سلام.